السلام عليكم. طبعا بالفترة الأخيرة الكل شاف ايش اللي حصل بالخليج، والبعض واقف مع قطر مصدق ان قطر واقفة مع الإسلام وتدعم المسلمين. كمون خلينا نحسبها بالعقل. يعني انت فاكر انه قطر عشان ما دفعت فلوس لأمريكا حصل عليها تعب السفراء؟ طبعا هذه مش اول مره يسحبوا السفراء من داخل قطر. يعني انت مصدق انه دحين هذه كل المشاكل عشان الفلوس؟ انت ناسي انه اكبر قاعده امريكيه موجوده في قطر، وتعتقد انه قطر ما بتدفعش فلوس، ومصدق انه قطر تدعم حماس ضد مين؟ ضد اليهود. اليهود اللي حركوا امريكا، اللي معاهم اكبر قاعده في قطر. اسرائيل قصفت باخره امريكيه عشان ليش؟ قربت من السواحل المصريه وتتجسس على اسرائيل، وتعتقد القاعده الامريكيه الموجوده في قطر ما بتعرفش ولا بتسمع على دعم قطر لحماس؟ بعقلك احسبها. العالم كامل تحرر من امريكا واليهود الكفار، وقطر جابت اكبر قاعده امريكيه عندها. الامه الاسلاميه كامل تحررت من الاتراك والفرس، وقطر راحت جابتهم وتحسن العلاقات معهم. لا وعادوا كمان تنشر لعن فضائح على الامارات، وتشتري الناس تصدقها قوم الاعلام. اعلامهم اللي كان واقف ضدنا اثناء الحرب كان واقف مع الحوثي وعلى عبد الله صالح، ومسوين انهم وطنيين انهم ينقلوا الحقيقه. تعال بفهمك ايش داخل عدن، ايش اللي حصل. تعرف الصيف البارد اللي قالت قطر بتعطيك محطة كهرباء داخل عدن؟ تعرف ليش الصيف البارد ما جاش داخل عدن؟ لأن قطر تستولي على الميناء ومطار عدن. لما الإمارات منعتها ما عاد جاء الصيف البارد داخل عدن. يعني كانت تعطي الكهرباء مقابل المطار والميناء. تعرفوا ايش كانت بتسوي بالمطار والميناء؟ كانت تجيب الدواعش اللي داخل العراق وسوريا وليبيا، لا فين؟ لداخل عدن، عشان يقاتلوا مع حزب الإصلاح. وأكبر دليل على كلامي، شوف مين اللي واقف دحين مع قطر، وهم حزب الإصلاح. حزب الإصلاح اللي هرب من الحوثي حتى برصاصة واحدة ما قاومش. كانت قطر تستولي على الشمال والجنوب داخل اليمن. والآن شوف كل الكلاب اللي كانت تنبح مع حزب الإصلاح، أعداء الوطن وأعداء الشعب، فينهم؟ موجودين في قطر يستلموا. هو في هذول ريالات قطرية. هذا الكلب مش عارف ان 2000 ريال قطري تسوى قيمة زائر داخل بريطانيا. يعني باعوا شرفهم وباعوا كرامتهم بقيمة تائر. شوف الحقارة. يعني قطر ما اشترتش الشرفاء، اشترت الكلاب اللي باعوا نفوسهم رخاص. انتظرونا بكرة في الحلقة التالية.